بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة بقى الوقفة، خلاص هي قربت على الأبواب. كل سنة وانتم طيبين وأعداء الله عليكم بالخير واليمن والبركات. عايزة أقول لكم، لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وان شاء الله على العيد هتكون اسم القناة اتغير تاني، هسميها يوميات خدوجة، عشان اللي يبحث عن اسمي او يقول لحد تشيروا قناة او تقولوا لأي حد مثلا من حبايبكم على قناتي، تقولوا مثلا يوميات خدوجة. ان شاء الله هرجع للاسم، انا بتفائل بالاسم اللي وانتوا كمان بتحبوه وانا بحبه، خدوجة. وعشان ما فيش منه كتير، يعني قبل كده اتقال لي يوميات خديجة في منها قنوات كتير قوي، فاللي بيبحث عني بقول لحد مثلا ابحث عن يوميات خديجة ولا كده، بيقول لي انا مش لاقي القناة بتاعتك. فكان اللي بيقول له على يوميات خدوجة بصراحة كان كمان وشها حلو عليا، كان بيلاقيها على طول. فانا ان شاء الله هغيرها باذن الله، عشان تبقوا عارفين. انا قلت هنوه عن في كل فيديو عن ان انا هغير اسم القناه، مش هغيرها غير لما اقول كذا مره. هنا بقى بصوا، نزلنا يعني انا وجوزي كده نجيبوا شويه مشتريات ليوم الوقفه ان شاء الله. والمفاجاه الحلوه بقى ان شاء الله زينب جايه. قعدنا اتحايلنا عليها، طبعا هي مش قادره تطلع السلم زي ما قلت لكم، كل يوم بتنزل وقاعده عند بتاع عشان خاطر الاسانسير وكده. فتحايلنا عليها بعد محايله، جوزي قال لها هنزل لك كرسي وهتقعدي في كل قاط وتطلعي حبه حبه، المهم تقضي معانا الوقفه. هو مش عايز يعني، هو عايز نقضوه يعني هنا عندها، مش عايز يقضوه يعني ايه نبقوا في حته تانية غير في بيتها زي ما كل سنه متعودين. يوم الوقفه ده عايزه اقول لكم، هحكي لكم عنه دلوقتي بيبقى عامل ازاي، بس اديكم فكره كده عن المشتريات اللي احنا جبناها. يعني جبت هنا 2 كيلو لحمه، قلت هقسمها، ما نعرفوش مين اللي هيجي او كده. وجبت لانشون وجبنه وزيتون والحاجات دي كلها برضو للعشاء. وجبت طماطم، قلت يمكن نعمل ساعات العيال بيطلبوا مكرونه، واللي جايين بيبقى معاهم عيال بيحبوا المكرونه جدا وبيحبوا مكرونش جدا. فقلت هعمل شويه الطماطم دول وهضربهم وهصفيهم وهحطهم في الفريزر لاي ظرف من الظروف. فجبت الطماطم هنا وقلت هنقضوها النهارده. هعمل شويه فاصوليا ناشفه، ولا انتوا مش عارفه بتسموها ايه، لوبيا اللي هي بس احنا بنقول عليها فاصوليا ناشفه. فقلت هنقضوها النهارده ايه، احنا بنحبوها الفاصوليا دي قوي، مع ان بحس ان هي تقيله كده على بعض الناس، بيبقوا مش عارفه ليه مستتقلينها، بس احنا بنحبوها جدا بصراحه. فغسلت، بعد ما غسلت الطماطم وضربتها وحطيتها على النار عشان تتسبك، رحت ابتديت ان انا ايه اسلق في الفاصوليا. نيجي اليوم الوقفه ده بقى، بص بيبقى يوم عندنا بسم الله ما شاء الله يا رب، يبقى دايما كده بيبقى يوم جميل جدا جدا. بتلاقوا بقى ناس طلعت كده، جيراني الجيران واللي حتى اللي في الشارع كان يعني في ناس عارفينهم بيطلعوا يسهروا معانا لحد الفجر. بتيجي صاحبتي مريم، بتيجي بتقضيه معانا هي وابنها. يا رب ما يحصلش حاجة السنة دي زي ما حصل في راس السنة. كانت حصلت مشكلة جامدة يعني وكده، بس يعني رحت صلحتها والحمد لله عدت على خير. فطبعا احنا بنجيبه بقى طبعا الفلافل، احنا طول رمضان بنبقوا محرومين من الفلافل والفول، احنا مهريين فول بس الفلافل بقى بيبقى يوم الوقفة دي ليها طعم تاني خالص. نجيبوا فلافل بقى كده ونسلقوا بيض والترمس عامله لكم حاجات حلوه انا على الوقفه ان شاء الله، بس في الفيديو الجاي باذن الله. انا بديكم فكره كده عشان بشوقكم اليوم الوقفه ده، هيبقى يوم جميل ان شاء الله كده ويا رب يعديه على خير فانا جبت 2 كيلو اللحمه دول، قلت هقسمهم واحطهم في اكياس وهحطهم في الفريزر. يعني طلعت منه اللي انا هعمل منه الفاصوليا، وشلت الباقي قسمتهم في اكياس لاي ظرف من الظروف، عفوا. فيوم الوقفة ده احنا عندنا بيبقى يوم جميل جدا. يعني ما فيش حد بقى بينزل يروح بيته غير لما الفجر يدن ننزلوا نصلوا طبعا الفجر، ونصلوا العيد في الجامع اللي قصادنا دوت. يعني قبل ما مكان ما قبل ما يتبنى ولسه مبني جديد يعني. كان في جامع اسمه السلام،
قرب السوق كده، كنا بنتجمعوا انا وجيراننا هنا وكده، كنا كلنا بنلموا بعضينا ونروح نصلوا. ف يا رب نتجمعوا على خير كده السنة دي ان شاء الله، ونتجمعوا في الجامع وان شاء الله لو رحت وربنا كتب لي نصيب ورحت صليت العيد، هصور لكم من هناك برضو، بتبقى الصلاة جميلة جدا. انا يعني قعدت حبة ايام من فترة كده كنت بنزل اصلي معاهم الفجر مع جيراني وحبايبي هنا هوت. فبس دخل علينا الشتاء بقى للأسف، كان النزول كان صعب قوي قوي، والدنيا هص هص والسقعة بقى وكده والعيال بيبقوا عايزين ينزلوا معايا طبعا. كنت في الصيف كنت باخدهم معايا، نعم كانوا بيدوخوني بيقلبوا الجامع سيرك. بس صلاة الجماعة في الفجر بتبقى جميلة جدا، لما تقعدي كده قبل الفجر بشوية تصلي قيام، ولا تقري شوية في المصحف، ولا تقولي الأذكار ولا الحاجات دي، بتبقى متعة ما بعدها متعة بصراحة. فجاء علينا الشتاء بقى بصراحة اتفرقنا وما بقناش ننزلوا تاني، بقى اللي يصلي في بيته يصلي، واللي يصلي هنا يصلي كده يعني. يعني بتمنى من ربنا ان شاء الله يعني الجو يحمحم كده ان شاء الله، ونرجع نصلي الفجر تاني في الجامع. طبعا بيبقى ليها طعم غير لما بتصلي لوحدك في البيت، صلاة المسجد جميلة. هنا انا كنت بقول لكم كنت بقول لكم اسعار الحاجة مش هقدر اقولها لكم، لان جوزي هو راح جابها وادالي اطلع بيها، لان جوزي في الشارع مش قادره اقول لكم يعني ما شاء الله، يدي الفلوس للراجل ولا يعرف ده بكام ولا ده بكام، ولا عنده فكرة عن اي حاجة. عنده استعداد لو مثلا حد قال له الحاجة دي ب10 ممكن يديله 15 وياخد بعضه، كريم قوي ما شاء الله عليه يعني. لما بيجيب حاجة ولا كده ساعات أنا يعني بسأله دي كام، ببقى عايزة أعرف الأسعار، يقول لي والله ما عارف، أنا خدت منه الباقي ومشيت. اقول له يا حلاوتك انت في ايه تروح تدي الفلوس للناس، لو حد خمه ولا حاجة والله ولا هيحس. يقول لي انا سايبهم لربنا بقى، سايبهم لضميرهم. بس فهنا كنت طماطم متسبكت اهي، ونقيت الفاصوليا وخلصنا، خلصت التسبيكة بتاعت الطماطم. ولو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسونيش باللايك وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. فعايزه اقول لكم يوم الوقفه ده ان شاء الله هيبقى يوم جميل، يا رب يعديه على خير كده، والحبايب هيبقوا متلميين، وهنتعشوا مع بعضينا بقى، وبنجيبوا لب وسداني، وبتبقى هو ده الاحتفال بجد. احنا بنعمله كده في راس السنه، بس حصل عكنانه في راس السنه اللي عدت دي، واليوم يعني ما كانش ولا بد. فان شاء الله انا متفائله، عشان مشتاقين لزينبو قوي كده، والعيال برضو مش كله مشتاق لها ان هي تقضي معانا الوقفه هنا ان شاء الله. بس هي طبعا يعني قالت لي انا هنيجي يوم بس عشان خاطركم، هترجع تاني عشان العلاج الطبيعي اللي بتعمله، وطبعا مش قادره على السلم، ما بتقدرش تطلع وتنزل وكده. فقلنا لها ماشي، بس المهم ايه يوم يعني يوم الوقفه دوت ما نقطعوش العاده، وكلنا نبقوا متجمعين ان شاء الله. فكله بيستنى يوم الوقفة دوت، عشان بنفضلوا سهرانين لحد الصبح، وجيراننا اللي تحتينا بقى أولادهم، واللي تحت اللي تحتينا كله بيطلع، بنبقوا سهرانين مع بعض، واللي يجيب بقى المانيكير ويدهن هنا، واللي عايزة تعمل شعرها تيجي تعمله هنا، واللي عايزة ان تتمكيج ولا كده اهو، بتبقى قاعدة كلها حريمي. فاللي بيبقى عايز يعمل اي حاجة بيعملها في اليوم ده كده، وبنبقوا مع بعضنا بصراحة، بتبقى تجميع حلوة قوي. فاحنا متعودين من زمان على نفس الموضوع دوت. فاحنا بنستنى يوم الوقفة ده بفارغ الصبر بصراحة، بيبقى يوم جميل، ويا رب يعديه على خير من غير اي عكنانة ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين. واللي بيعمل تاتو بقى، واللي بيرسم ايديه مثلا مانيكير ولا كده، دي تعمل لجي ودي تعمل شعر جي، فبيبقى يوم بقى بيبقى جميل. فخلصت الفاصوليا هنا بقى، عملت التدويرة بتاعتها، خرطت البصلة يعني بحبش احرقها او احروقها، يعني يا دوبك كده تحمرتين، سقطت اللحمة.
شربت بس الدم بتاعها كده واتحمرت شويه مع البصله، رحت نازله بالطماطم. والراجل الطماطم كانت سخنه مطرح التسبيكه فخلصت معايا بسرعه. وكنت سلقت الفاصوليا هنا. وهنا كنت جايبه علبه البلح دي، هعمل كوبايتين كده بلح. ف ربنا يا رب يعودوا عليكم الايام بخير ان شاء الله، ويجعل وقفتكم حلوه ان شاء الله. عملتوا الترمس ولا لسه؟ انا عملت الترمس بتاعي وعملت الحلبة، بس الحلبة حصلت فيها مشكلة. هبقى هقول لكم ان شاء الله ايه اللي حصل فيها الفيديو اللي جاي. فبس والحمد لله يعني انا لحقتها، عرفت ادويها. كانت كانت هتعطن وكانت هتبوظ وما نبتتش، وانا زعلت جدا. بس انا هقول لكم انا عملت فيها ايه. والحمد لله في ساعتها سبحان الله لقيتها، يعني الحمد لله زرعت في ساعتها. فالفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم عملت فيها ايه بالظبط، هي والترمس. تحضيرات الوقفه بقى، يلا كل سنه وانتم طيبين. فالنهارده بقى قلت اقضيها بقى ببق اللوبيا ده، لو حاجه هتتفضل كده ولا كده هتقعد في التلاجة، اللي هيجي يلاقي اكل معمول، لان انا زي ما قلت لكم مش هنقضوا العيد هنا. فالاكل اللي هيتفضل مش هيخسر. خلصت هنا كنت الفاصوليا والمدفع قرب يضرب. طلعت بصراحه كانت طعمه قوي، كانت جميله. الاولاد بيحبوها قوي وجوزي بصراحه بيعشقها، مع انها انا بتتعبني جدا بس بس بحبها برضه وباكلها. كل نعمه ربنا حلوه الحمد لله. وكنا خلاص هنا قربنا، وهنا قليت شويه فلفل. وكنت جايبه معايا بقى القطايف العصافيري دي، احنا بنحبوها قوي. العصافير الصغنونه دي يعني بتتعمل مخصوص. في بتوع كنافه يعني مش بيعملوها، في بيعملوها وبتبقى جاهزه، بس احنا اللي عندنا هنا هو لازم تقولي له يعملها لك مخصوص، لان اكتر الناس بتجيب القطايف العاديه. فانا بعملها بطريقه هنا. انا ما عملتش معاكم، يعني عايزه اقول لكم ما عملتش معاكم الكنافه دي غير هي مره واحده بس، كنت في فيتشي. الوقت ما سعفنيش ان انا اصور معاكم، كان تعبي مع اللي انا كنت فيه. انا عايزه اقول لكم الكحك ده اقسم بالله والله العظيم 3 كنت بعمله وشغاله في الملبن والحاجه في الارض والدنيا مبهدله. وجوزي اخدني طلع بيا على المستشفى، عملوا اللازم، وكنت ميته وكنت تعبت في ساعتها كده وانا شغاله في الكحك وبصوره. صورت نصه والنص التاني خدوني على المستشفى، والحمد لله رب العالمين بدعائكم طبعا بفضل ربنا. فجرتي شاهدت الموقف ده، قالت لي انت المفروض تعملي كواليس كواليس للفيديوهات بتاعتك. يعني كنت طلعتي الحته وانت بتعيطي وانت عماله بتصوتي من تعبك، وكنت صورتيها وسبتي الحاجه. والله العظيم 3 ورحت، والحمد لله حتى في بقى الفيديو اللي فات ايديا مزرقه مطرح ما كنت معلقين لي المحلول، ايديا كانت مزرقه خالص. فانا ما رضيتش اقول لكم. فالحمد لله رب العالمين، والله احنا احسن من غيرنا الحمد لله. بقيت لي المفروض تعملي ما وراء الكواليس، يعني تطلعي الحتت اللي انت تبقي قاعده بتصوري هوب حالك اتشالي في ساعتها. فقلت لها والله ساعات بيحصل معانا مواقف كده في التصوير، وسبت الحاجه ورجعت وكملت الفيديو معاكم كأن مفيش حاجه حصلت ولا في تعب ولا اي حاجه، وراجيه بربنا اسمه والحمد لله رب العالمين. ارجع اقول احنا احسن من غيرنا الحمد لله. فبيحصل مشاكل جامدة يعني في ساعة التصوير دي وكده، واحنا بنحاول نديره على قد ما نقدره عشان يعني بحاول ان انا ما اضايقكوش بمشاكلي او كده. بس كل اللي بقدر اقوله لكم يعني ادعوا لي، مش طالبه منكم غير تدعوا لي دعوه حلوه منكم. دعائكم فعلا بيفرحني جدا والله. يا رب دمتم في حياتي نعمة، وبحبك يا عبورة والله، وبحب كلامك الجميل، وانتي اللي حنينة، وحاسة انتي بني ادمة حلوة وبني ادمة جميلة على قد كلامك الجميل اللي انتي بتقولهولي وبتسعديني بيه. اقسم بالله ربنا يسعدك يا رب،
ويفرحني بيكي كده، اسمع عنك سمع خير، وتيجي مصر قريب كده، ربنا يجمعني فيك ان شاء الله، تيجي مرة زيارة عندنا والله مش قادرة اقول لك هعمل معاكي ايه. بس انتي نورينا كده في مصر، وربنا يا رب يسعدك ويسعد قلبك يا رب، ويشفي كل مريض، يا اللهم امين يا رب. في حال الايام المفترجه كده، يعني امبارح الحمد لله كانت ختمه القران، الحمد لله الحمد لله ختمته. والله، ودعيت للكل ربنا، ودعيت لك يا عبوره زي ما انت رحتي عملتي عمره ودعتي لي، والله دعيت لك من قلبي، ربنا يا رب يسعدك ويرزقك باللي يفرح قلبك يا رب. ودعيت لكم كلكم، كل واحد بيدعي لي دعوه حلوه مش ناسياه. بس هي عبوره حته زياده كده عشان يعني والله انا بحبها من قلبي، بحبكم كلكم اقسم بالله، وما بحبش اقول اسامي عشان ما حدش يزعل مني، لان ماما سعاد قبل كده قالت لي لا انا كده ازعل، ومش عارفه قلت ايه، قلت لها لا والله انت على راسي، كلكم على راسي من فوق، وكلامكم الجميل بيفرحني، واللي عنده قناة كده ربنا يا رب يفرحه، وان شاء الله تتفعل. وبلاش التبادل يا جماعة عشان الدنيا بتبوظ، معلش انا بقول لكم كده، انا اللي بيجي لي ويقول لي نوريني والكلام ده مش بقدر ارد، لان انا عشت 4 سنين بعاني من حتة التبادل ونوريني والكلام ده كله. وانتوا لو بتعملوا كده يعني ارجو ان انتوا بلاش، عشانكم، وربنا يوفقكم ويفرح الجميع يا رب. هنا بقى عملتها راتشيس كده وقليتها، وكنت عندي قشطة، حطيت في كل واحدة حتة كده صغنونة، ورحت كان عندي مكسرات دقتها، وبس المكسرات نعميها كده عشان خاطر يعني تبقى شكلها حلو، ورصيتها في الطبق. وما كانش عندي بصراحة، ما كنتش عاملة شربات، فكان في برطمان عسل نحلة كنت جايباه من بيتي وكده، ورحت يعني عملت لها بدل الشربات عسل نحلة. طبعا ده بيبقى افيد وبيبقى اطعم، كان طعمها بصراحة حلو قوي قوي كده، لما يعني بتحمصي القطايف من غير الحشوة اللي جواها، لان هي كانت فاضية، فكانت مقرمشة كده وكانت جميلة قوي. بعد كده تحشيها اي حشو، ممكن انت تعملي لها القشطة البلدي دي اللي بيعملوها مثلا، او ممكن كاستر هيبقى جميل جدا معاها، او كريمة الحلويات، فممكن تحشيها اي حشو. انا حشيتها بالحاجه اللي عندي، كان عندي حته قشطه متفضله من السحور، رحت حشيها بيها كده، لحستها كده، كل واحده كده حطيت فيها حته، ما كترتش عشان ما تبقاش دسمه، ورحت جرنشوها كده، ورحت يعني جرنشوها بالمكسرات، وحطيت عليها العسل، وده كان شكلها النهائي. ارجو فيديو النهارده يكون عجبكم، كانت طعمها رهيب بصراحه. كانت جميله جدا جدا. يا ريت لو وصلتوا معايا لهنا، ما تنسونيش بالله تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. كان معاكم يوم جديد من ايام خدوجة، وكل سنة وانتم طيبين.